لفرحة الزهراء سلام الله عليها. وكثيرين من الناس وكثيرون من الشباب يسألون عن معنى هذه التسمية، وانا لا استطيع ان اعطيكم كل المحتملات، الا انه في الامكان ان اعطيكم ما هو الافضل منها وما هو الاحسن متشرعيا ودينيا. وذلك هو ما قلناه وقاله بعض اساتذتي ايضا، من ان اليوم 9 من شهر ربيع الاول هو اليوم الاول لتولي الامام المهدي عجل الله فرجه الامامة بعد ابيه. اليس ان اليوم 8 من شهر ربيع الاول هو يوم وفاة الامام العسكري عليه السلام، وبعد الامام العسكري يكون ابنه الحجة المنتظر عجل الله فرجه هو الامام بطبيعة الحال، فيكون اول يوم بعد وفاة العسكري عليه السلام وهو اليوم 9 من شهر ربيع هو اول ايام امامة امامنا الفعلي والحي والقائم بالمسؤولية تجاهنا في طول الزمان، امامة الامام المهدي سلام الله عليه. فنحن نفرح بذلك، ويكون لنا عيدا باعتباره الامام الحي والقائد الفعلي والمتكفل للمسؤولية لنا امام الله سبحانه في هذه العصور، من حين وفاة ابيه الى عصر الظهور والى وفاته هو سلام الله عليه شهيدا مقتولا كما في بعض الروايات. ولذا يسمى بالقائم، يعني انه يقوم بامر الامامة فعلا، اي القيم والمتولي والمباشر للمسؤولية حقيقة وتفصيلا من حيث نعلم او لا نعلم. وكذلك يسمى بصاحب الزمان، يعني امير الزمان والحاكم عليه والمتسلط عليه بالسلطة التكوينية والتشريعية على رغم انف من لا يرضى. كما يقال صاحب دمشق، طبعا باللغة القديمة يقال صاحب دمشق وصاحب حلب، يعني امير دمشق وامير حلب، او قل والي دمشق ووالي حلب. فكذلك يقال صاحب الزمان اي والي الزمان وامام الزمان وامير الزمان، اي شيء تستطيع ان تقول. والزمان الذي يقصد هنا بطبيعة الحال هو هذا الذي ذكرناه من اول يوم وفاة ابيه سلام الله عليه الى يوم وفاته هو، مرورا بعصر الغيبة الصغرى وعصر الغيبة الكبرى وعصر الظهور ايضا بطبيعة الحال، الى ان يتوفى ويستشهد سلام الله عليه، ويكون الامر لله سبحانه وتعالى عن الذي يخلفه بطبيعة الحال في ذلك الحين. وهناك من يسأل انه كيف تفرح الزهراء سلام الله عليها، ليس نسميه فرحة الزهراء يوم فرحة الزهراء؟ كيف تفرح الزهراء سلام الله عليها وهي متوفاة وهي في الدار الاخرة وليست في الدار الدنيا؟ وجوابه ان هذا سؤال مادي ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا بالحياة بعد الموت، والا فكثيرون من الاموات حسب فهمي لا ينقطعون عن الدنيا وعن العلم بالاحداث التي تقع فيها. وهناك روايات تقول بان المؤمن يأتي الى اهله كل اسبوع مثلا على شكل طير ابيض او نحو ذلك،
فاذا وصلنا، اذا كان المؤمن هكذا فكيف بمن هو اعلى منه؟ اذا وصلنا الى مستوى المعصومين سلام الله عليهم نجد ان ذلك امر هين لديهم، لان لهم السلطة على الخلق كله. ومن هنا ورد في الزيارة: اشهد انك، ماذا تقرأ في الزيارة؟ اشهد انك تسمع الكلام وتسمع السلام وترد الجواب، وكذلك مثل قوله انك تسمع كلامي وترد جوابي، يعني الا انني لا اسمع جوابك، انت تجيب، الا انني من التدني والضعة وكثرة العيوب والذنوب بحيث اكون محجوبا عن سماع الجواب في الحقيقة هكذا. والا المسألة ليست كما نتصور، لاننا انما معتادون بحدود مكاننا وزماننا ورتبتنا من الكمال المعنوي لو صح التعبير، والا لو انفتح الحجاب لكنا نتخاطب مع الاخرة خطابا مباشرا كما في المعصومين سلام الله عليهم. فلذا يقول امير المؤمنين سلام الله عليه: لو ارتفع الحجاب ما مضمونه ما ازددت يقينا بطبيعة الحال. ومن الواضح ان الزهراء سلام الله عليها واحدة من المعصومين 14 عليهم السلام، فهي تتصف بهذه الصفة بطبيعة الحال التي هي من صفاتهم سلام الله عليهم، بل هي من خيارهم ومن احسنهم بالنسبة الى 14 معصوم، لانها احد اصحاب الكساء 5 الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهؤلاء 5 افضل المعصومين 12 او قل 14 على الاطلاق، فتكون الزهراء سلام الله عليها افضل من 9 المعصومين من اولاد الحسين، بل حتى افضل من الحسن والحسين انفسهم مع علو شأنهم العالي سلام الله عليهم. وهم يفتخرون، الائمة يفتخرون انها امهم وجدتهم بالرغم من علو مقامهم، فهي اولى بثبوت الصفات العالية لها منهم سلام الله عليها وعليهم. زين. فحين علمت بمقتل الحسين سلام الله عليه خزنت، وهو قول الشاعر جعبل الخزاعي: افاطم لو خلت الحسين مجدلا، افاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، اذا للطمت الخد فاطم عنده، واجريت دمع العين في الوجنات، الى ان يقول: افاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بارض فلاتي. وانت لا يخفاك قد يكون انت تقول بان دعبد يتخيل ويتوهم ان الزهراء سلام الله عليها تسمع هذا الكلام. حبيبي هذا الكلام سمعه الامام الرضا سلام الله عليه، لانه تلاه في محضره ولم ينكر عليه بشيء، اقره واقرار الامام حجة، فليس الكلمة لدعبل رضوان الله عليه فقط، بل للامام الرضا كأنها صادرة منه، وهو خطاب للزهراء ونعلم انها ترد الجواب. وهناك عدة روايات تدل على حضور المعصومين سلام الله عليهم، المعصومين 4 السابقين على الحسين، يعني رسول الله وامير المؤمنين والزهراء والحسن سلام الله عليهم في عرصة كربلاء، تدل على حضورهم في عرصة كربلاء، وخاصة بعد ان انتهت الحرب وحصل القتل الجماعي باللغة الحديثة. اذا فهم يعلمون سلام الله عليهم بمقتل الحسين عليه السلام. وكذلك تعلم سلام الله عليها الزهراء بوفاة الامام العسكري سلام الله عليه، وتكفل المسؤولية بالنسبة لابنه القائم
سلام الله عليه، فتفرح بإمامته وهي في علياء جنانها بطبيعة الحال. ومن هنا كان هذا اليوم هو فرحة الزهراء سلام الله عليها. ليش؟ لأنه الإمام الأطول مدة. حتى الأكبر واحد من الأئمة سلام الله عليهم على ما ببالي الإمام الصادق سلام الله عليه عاش حوالي 65 إلى 70 سنة، في حين أن الإمام المهدي سلام الله عليه الله العالم كم يعيش إلى الآن، حوالي 1400 سنة. فلأنه الإمام الأطول مدة في تكفل المسؤولية عن سابقيه جميعا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الفرح الأعظم، لاحظوا أحبائي، ولكن الفرح الأعظم والعيد الأكبر حقيقة لها ولنا ولكل المؤمنين هو يوم الظهور، حين يمن الله سبحانه وتعالى على البشرية المظلومة بارتفاع الظلم وبسط العدل، كما قال في الدعاء: اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك، لا انه بيها ناخذ كمنه قيمة او نركب سوبرات